سلام ساغ، شرا تكونوا بخير. على بالي بلي طولت الغيبه، راني وليت ليكم ان شاء الله. راح نولي لليوتيوب. برك شجعوني وديروا لي الكوراج باش نولي نحط لكم تقريب يوميا وصفات حصريه. دونك ما تنساوش تبارطاجيو لي هاد لا روسيت وديروا لي جيم وكومونتير، واللي مازال ما راهيش مشتركه دير اشتراك وتفعل الجرس. ايا نبدا. هاد الوصفه راهي من الكراس ديالي، درتها في لي فيونسات ديالي، عجبتهم بزاف، سربيتها مع الكازوز ولي صالي، دارت سوكسي. من هذاك النهار وانا معتمدتها. دونك احتفظوا بالوصفه وما تنساوش تجربوها في العيد. حاجه الاولى نجدوا الكيك. في ريسيبيون تاع البول تاع البيترا ولا الباتور نديرو 5 حبات بيض بحراره الغرفه، قرصه ملح وكاس غير صباع تاع السكر. نضربو بيان، نضربو كيما الجنواز حتى يبيض لو ميلونج. نزيدو كاس غير صباع تاع الزيت والباتور راهو يضرب، ونبداو نفرغو غير بالعقل باش ما يحبطناش، ما تحبطناش لاباغي. كي يدخل الزيت نروحو نطلعو قهوه لازم تبرد، نديرو نص كاس قهوه بالكاس اللي كينا به تاع 220 مل. نزيدو نضربو ونروحو نزيدو مغرفه صغيره تاع لافاني، نضربو ونروحو النواشف في ريسيبيون. نديرو 2 كيسان ونص تاع لا فارين مع ربع مغارف كبار تاع الكاكاو البني ماشي الكحل. نزيدو معاها باكي تاع الخميره ومغرفه صغيره تاع البيكربونات صودا باش تجي خفيفه وما تجيش فيها البنه تاع الخميره. ما تنساوش، انا نسيت ما صورش 3 مغارف كبار تاع العسيله نزيدوهم مور القهوه. هنا نقسموا الميلونج على زوج، نفرغوا لا بروميير بارتي ونخدموا بالفوي ولا بالماغيز من الفوق للتحت حتى يدخلوا النواشف، ونزيدوا لا دوزيام بارتي وندخلوها في الميلونج تاعنا حتى يولي لنا ان ميلونج تاع الكيك. نشعلوا لو فوغ على 180 درجه. نجيبوا سنيوه كحله اللي عندكم، عندنا كامله ديك سنيوه كحله، يا تدهنوها بالزيت والفارينه ولا ديروا لها بابي كويسون وتفرغوها في سنيوه، تسويوها بيان ولازم تخبطوها مليح وتحطوها طيب من 25 نص ساعه. كيما تخرج تخليوها تبرد، يعني ما تبردش، يعني تكون دافيه باش تروحوا لا دوزيام بارتي. هنا نروحوا نوجدوا لا كريم. هنا كيما قلت لكم لازم تخليوها تبرد، ما تروحوش تقطعوها يعني طبعوها باللومبورت بيس ديالك، تخليوها تدفى شويه. نروحوا نوجدوا لا كريم. عندنا 200 غرام تاع المارغرين ولا الزبده، ديروا فيها 3 مغارف كبار تاع سكر كلاص و3 مغارف كبار تاع الشونتي يعطيو واحد البنيه البنات روعه، مع عطر تاع القهوه ولا ديروا الكراميل يجي بزاف بنين. لازم تضربوها، ماشي كي تخلط الميلونج تحبسوه، نو، لازم الميلونج يدوبلا ويبيض، يعني تولينا اون كريم او بير. هنا نخليو لا كريم ديالنا ابار ونروحوا بعد ما بردنا الكيك يعني دفا، نجيبوا اون بورت بياس اللي عندنا اللي عندكم وتقطعوا به وتحطوهم في سنيوه. هذاك اللي بقى تفتتوه تجوزوه في السكرفاج باش نزينوا به من الاخر. كما راكم تشوفوا الكميه راح تكون لاباس بها. اللي قاعد لكم ما ترموش، تحطوه في بورت مونجي وتزيدوا في البني ولا بوب كي ولا كيما حبيتوا. كما قلت لكم تجوزوه في السكرفاج هذاك الرقيق ماشي الخشين وتحطوه ابار. كيما في التزيين راح يكون عندنا هذا الكيك اللي بقى ولا كريم وبر. ما تحطوهاش في الريفريجراتور باسكو راح تبرد، والا كانت في السخانه حطوها في بلاصه بارده. نجيبوا هذاك الحبات ديالنا تاع الكيك نقطعوهم على زوج بالموس ونديروا فوغاج. نديروا اون كوش تاع لا كريم وبر اللي خدمناها، نغلقوها ونديروا ليساج خفيف ظريف يعني رقيق ما تخشنوش بلا كريم وبر. هنا راحت لي لا بارتي الاولى. دوكا نوري لكم كيفاش درت ليساج تاع الكيك. بعد ما ديروا ليساج ترمدوه في هذاك الكيك اللي مسكرفج، ترمدوه كامل كما راكم تشوفوا، تنحيو الزوائد وتسيو تغلفوه وتفينيوه بيان هكا بيدكم. تزيدوا شويه اون كوش من الفوق تاع الكيك. هنا نروحوا لهاد لا بارتي، نجيبوا الحبه تاعنا نديروا لها اون كوش تاع لا كريم وتسيو بالمغرفه ولا بالموس ولا بهاد لا ماغيز اللي عندي. تسيو ترقوها شويه ما تجي باش ما تجيش هذيك سورتو اللي ما يحبوش الذوق تاع الزبده. وإلا ما تحبوش ذوق الزبده تقدروا ديروا شونتيي طلعوها بالماء، ما تطلعوهاش بالحليب باش ما يضركمش الحليب، وتزيدوا العطر تاع اللي قلت لكم عطر القهوه ولا عطر الكراميل. هنا بعد ما كملتهم رمتهم في الكيك المسكرفج وزينتهم دو غوزاس هكا بلا كريم وبغلي قعدت لي، وزينتهم بالسيريز كونفي
وهكذا كملنا الوصفه. تجي بزاف بنينه. قريب ان شاء الله الاحتفالات بالباك والبيام والسانكيام، ان شاء الله ربي ينجح ولادنا كامل. اليوم بداو البيام، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا كامل. توالم مع الكازوز تجي بزاف بنينه. كملنا الوصفه تاع اليوم، ما تنساوش ديروا لي اشتراك. سلام.